آيس كريم طبيعية على طريقتي. تبجي. كيوي، فراولة، جمدناهن يعني قشرتهن رتبتهن خليتهن بالفريزر جمدتهن. أي نوع أنتم تحبوه من الفواكه إذا كانت مانجا أو أي شيء بس تقشروها وتجمدوها وتبدون الطريقة. نجيب محضر الطعام، نخلي الفراولة، نخلي شوية حليب. هنا عندنا سحلب جاهز أو باودر وتخلطوه بمي حار بس لازم يبرد يلا تستخدموه. هذا بارد عندي هنا. خلي شوية سحلب، شوية شكر، ونقول بسم الله ونخلط كل زين. بسم الله. ونخلي الكيوي، الخليط جاهز عندنا بهذا الشكل. نخليهن بطاسة هنا والفراولة ونخليهن بالفريز لمدة 10 دقائق 15 دقيقة بس شوية يكمش. بعدين نجرب الآيس كريم. وهسه نجيب الآيس كريم مالتنا ورا ما صارت جاهزة على مود نجربها، نجرب الطعم. بسم الله.